وما يجيش حد يقول لي انا اطفالي كبروا على الحاجات دي، وانا طفلي بقى في اولى ابتدائي، انا طفلي بقى في تانية ابتدائي. عودوا من اللحظة دي على النقط الأساسية والرئيسية اللي اتكلمنا عليها. لو انت ما كنتش ربيته عليها من الصغر، ابدأ ازرعها فيه، ابدأ فهمه، ابدأ اقعد معاه واتكلم معاه. ابدأ لو عنده سؤال هو خايف يسأله، شجعه انه يسأل، وشجعه انه يتكلم، وشجعه انه يعرف المعلومة منك بدل ما يعرفها من بره وتأثر عليه بالسلب. عرفها له انت وأثر عليه بالإيجاب، وفهمه دنيته تمشي ازاي، وفهمه حدوده وحدود الآخرين معاه من اللحظة اللي انت فيها دي. ما تقولش خلاص الوقت فات، لأ، ابدأ من دلوقتي والحق الباقي من ابنك، وابدأي من دلوقتي والحقي الباقي من بنتك. احنا في مجتمع صعب وفي فترة صعبة جدا جدا جدا، فمحدش يقول الموضوع مش مستاهل. لا، الموضوع مستاهل ومستاهل قوي. اللي احنا شفناه في ياسين وفي غيره مش عايزين نشوفه في باقي ولادنا. فارحموهم وعلموهم صح وربوهم صح، وبطلوا كلمة لا عيب ولا ما ينفعش ولا احنا مكسوفين نتكلم معاهم في النقط دي. لا، خلوكوا واضحين وصراحة مع ولادكوا احسن ما تندموا في المستقبل.